بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء عشاق وجماهير رياضة الفجن العربية الأصيلة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم تعالى وبركاته. في يوم الخميس 29 من شهر 4 1436 للهجرة انطلق الشوط الرئيسي الخاص بسن الكبار من المسافة المقررة 5 كيلومترات لهذا السن، ودراجة نارية مقدمة للفائز بالمركز الأول من رئيس اللجان المنظمة بميدان الحوراء بمحافظة أم الجل الأستاذ مبارك بن مسعد الجهني. إذن أول الأسماء المنطلقة الباحثة عن هذا الناموس الغالي، عن الدراجة النارية غير مدون بالكشف، بينما في ثاني المراكز وثاني الاندفاعات وصل الدوج مع حمدان بن محسن الجهني من ينطلق في هذه اللحظات، بينما من قدم في ثالث المراكز مرعوش مع محمد بن صالح الجهني من ينطلق في ثالث المراكز. النقلة إلى رابع المراكز وصلت فزاعة مع الشيخ عياد بن عايد الجباري من ينطلق في هذه اللحظات، بينما في خامس المراكز وصلت فزاعة مع الشيخ عياد بن عايد الجباري. وانطلقت سادس المراكز الكابتن محمد بن صالح الجهني من ينطلق في سادس الأسماء وسادس التحديات، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، إلى مقدمة هذا الشوط، من ينطلق في هذه اللحظات غير مدون بالكشف، بينما في ثاني المراكز وثاني الاندفاعات وصل مرعوش مع محمد بن صالح الجهني من ينطلق في ثاني المراكز. ثالث المراكز وصل في هذه اللحظات الدوج مع حمدان بن محسن الجهني من ينطلق في ثالث المراكز. رابع الأسماء ورابع التحديات ريما مع الشيخ عياد بن عايد الجباري من ينطلق في رابع الأسماء ورابع التحديات، بينما شاهين في خامس المراكز سالم بن عوض الجهني. وسادس الأسماء وصلت جمهورية مع مبارك بن مسعد الجهني من تنطلق في خامس المراكز، بينما في هذه اللحظات من يتدخل في هذه اللحظات هنالك الذيب ونواف بن دخيل الله الجهني من ينطلق في سادس الأسماء وسادس التحديات، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مرعوش مع محمد بن صالح الجهني من ينطلق في هذه اللحظات يبحث عن الدراجة النارية المقدمة من مبارك بن مسعد الجهني من ينطلق في هذه اللحظات، بينما في ثاني المراكز وثاني التحديات وصل هنا الدوج مع حمدان بن محسن الجهني من ينطلق في هذه اللحظات، بينما في ثالث المراكز ريما مع الشيخ عياد بن عايد الجباري، بينما في ثالث المراكز وصل شاهين سالم بن عوض الجهني في خامس الأسماء وخامس التحديات. سادسا وصل في هذه اللحظات الكابتن مع محمد بن صالح الجهني في سادس الأسماء وسابع الأسماء وصل هنا مبارك بن مسعد الجهني في سادس الأسماء، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، إلى مرعوش مع محمد بن صالح الجهني من ينطلق في هذه اللحظات، مرعوش مع محمد بن صالح الجهني، بينما في ثاني المراكز وصل الدوج مع حمدان بن محسن الجهني. وثالثي الأسماء وثالث التحديات وصل في هذه اللحظات ريما مع الشيخ عياد بن عايد الجباري، بينما شاهين في رابع الأسماء شاهين مع سالم بن عوض الجهني. وخامس الأسماء الكابتن مع محمد بن صالح الجهني. سادسا هنالك جمهورية مبارك بن مسعد الجهني، ولكن العودة إلى الصدارة مع 2 كيلومترات، مع لوحة 2 كيلومترات. كما نذكر بأن انطلاقتنا 5 كيلومترات هنا مع انطلاقة مرعوش مع محمد بن صالح الجهني من ينطلق في هذه اللحظات يطلب الناموس، يطلب الفوز والانتصار، مرعوش مع محمد بن صالح الجهني. بينما من وصل في ثاني المراكز الدوج في ثاني المراكز في ثاني التحديات مع حمدان بن محسن
الجهني ثالث الريمة مع الشيخ عياد بن عايد الجباري في ثالث المراكز في ثالث التحديات، بينما شاهين في رابع الأسماء مع سالم بن عوض الجهني. والغادمة جمهورية مع مبارك بن مسعد الجهني في خامس الأسماء وخامس التحديات، بينما الغادمة فزاعة مع الشيخ عياد بن عايد الجباري في خامس الأسماء وخامس التحديات. ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى مرعوش مع محمد بن صالح الجهني، من ينطلق في هذه اللحظات يبحث عن السلامات، يبحث عن الدراجة النارية، بينما ثاني المراكز وثاني الاندفاعات وصل في هذه اللحظات الدوش مع حمدان بن محسن الجهني، بينما ريمة في ثالث المراكز، ريمة مع الشيخ عياد بن عايد الجباري في ثاني المراكز. ثالث المراكز وصل الدوج مع حمدان بن محسن الجهني، وتدخلت في هذه اللحظات فزاعة مع الشيخ عياد بن عايد الجباري في ثاني المراكز. شاهين في ثالث المراكز سالم بن عوض الجهني. اشتدت المنافسة واشتد الصراع، هنالك مرعود من ينطلق في هذه اللحظات مع لوحة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، الكيلو اللي ما بعده إلا الناموس. مرعوش مع محمد بن صالح الجهني، من ينطلق في هذه اللحظات يبحث عن السلامات، يبحث عن الدراجة النارية، ويبحث عن الناموس الغالي. مرعوش مع محمد بن صالح الجهني سلام بو مروان، بينما في ثاني المراكز وصل في هذه اللحظات فزاعة مع الشيخ عياد بن عايد الجباري. ووصلت هنا جمهورية مع مبارك بن مسعد الجهني صاحبة نقطتين في هذا الميدان، جمهورية مع مبارك بن مسعد الجهني. والقادمة ريمة مع الشيخ عياد بن عايد الجباري. ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة مع مرعوش مع محمد بن صالح الجهني. سلام بو مروان، سلام تحية، سلام واحترام. ولكن القادمة ريمة هنا الشيخ عياد بن عايد الجباري. ولكن سلام مرعوش، سلام محمد بن صالح الجهني، بدون أي أوامر، بدون أي منافس على الإطلاق. سلام بو مروان. والخبر السعيد هو عودة أبو مروان من جديد ليطلق شعاره في هذا الصباح، يبحث عن السلامات، يبحث عن الدراجة النارية. سلام بو مروان، سلام تحية واحترام على هذه العروض النهائية الذي يقدمها مرعوش لهذا الشعار، الممثل لهذا الشعار في هذا الصباح. سلام مرعوش، سلام بدون منافس على الإطلاق، سلام تحية، سلام واحترام. هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية معلنا للفوز والناموس. سلام تحية رغم الظروف الصعبة ليحقق الناموس بشعاره المتميز دائما والظهور في هذا الصباح الجميل. بينما في ثاني المراكز وصل في هذه اللحظات ريمة مع الشيخ عياد بن عايد الجباري ثالثا فزاعة، والشيخ عياد بن عايد الجباري ثاني له الناموس لمحمد بن صالح الجهني على فوز مرعوش وانتزاع الدراجة النارية.